مباراة ريال مدريد القادمة أمام نادي ليجانيس ضمن منافسات الجولة ال29 من مباريات الدوري الأسباني. النهارده بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة، بس قبل ما نبدأ في أي حاجة يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو ومتابعتنا علشان تقدروا تتعرفوا على كل مواعيد مباريات نادي ريال مدريد القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، ويلا بينا نتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. ريال مدريد بيدخل هذه المباراة أمام نادي ليجانيس وهو في وصافة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 60 نقطة من 28 مباراة، بينما نادي ليجانيس بيدخل هذه المباراة وهو في ترتيب المركز ال 18 برصيد 27 نقطة أيضا من 28 مباراة. وآخر 5 مواجهات لنادي ريال مدريد في بطولة الدوري الأسباني حقق نادي ريال مدريد المكسب في 3 مباريات وخسر في مباراتين، بينما نادي ليجانيس كسب مباراة وتعادل في مباراة وخسر في 3 مباريات في بطولة الدوري الأسباني. وآخر مباراة أيضا جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ليجانيس كانت مباراة الدور الأول هذا الموسم، وانتهت بمكسب نادي ريال مدريد بنتيجة 3-0 على ملعب بوتاركي الخاص بنادي ليجانيس. والمباراة اللي جاية هتكون على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد. المباراة هتكون يوم السبت القادم الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 11 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. والمباراة طبعًا هتنقل عبر شاشة beIN Sport 1. بكده يبقى اتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. أنا باتوقع مكسب نادي ريال مدريد في المباراة القادمة أيضًا بنتيجة 3-0. لو حضراتكم من متوقعي نتائج المباريات يا ريت تشاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.